والله يا بنتي هذا السؤال حير العلماء من الجنسين. أنا في رأيي هو طبعا له أسباب بيولوجية وأسباب نفسية واجتماعية واقتصادية، والأسباب البيولوجية قد تبدو هي الأهم ولكن في تقديري الخاص هي أقل أهمية. خلينا نقول إيه الأسباب البيولوجية. أول حاجة إنه هرمونات المرأة بتتغير بعد الجواز استعدادا للحمل والرضاعة، وده أمر محتاج تخزين الدهون. الحمل والرضاعة نفسه بيحتاج تخزين الدهون، إنما لو الحياة نمط الحياة الصحي تمام مش هيحصل كده. اللي بيحصل للمرأة المصرية ده عجيب مريب. تعالي بقى للأسباب النفسية وده مهم جدا. أول حاجة الست بترتاح بتنبسط مع شريك حياة كويس بتاكل. طيب الجواز نكد وغم تتوتر ما تلاقيش حاجة تعملها غير انها تاكل. الأهم بقى من كده هي أصلا كانت محاولاتها قبل كده للحفاظ على وزنها منشأها في بعض الأحيان مش في كل الأحيان إنها عايزة أصلا تتجوز فهي اتجوزت فخلاص هي بقت مش مهتمة. الأسباب الاجتماعية بقى دي أكثر خطورة، اللي هي إيه؟ أول حاجة